كبيره. نشوف الطريقه مع بعض. نقول بسم الله. في حله كبيره فيها زيت هنضيف بصله كبيره ونسيبها تتحمر. دي كانت البصلايه معايا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هضيف المكرونه والسباكيتي، هكسرها على 4 كده. انا عايزه احمرها تحمير خفيف قبل الشعريه ان شاء الله. بس كده ونقلب كويس. هي هتكمل تحمير مع الشعريه. ما تستغربوش من الخطوه دي. الخطوه دي انا بجربها وبعملها على طول، وهي دي طريقه الكشري. هتتحمر تحمير خفيف كده وهتدينا طعم حلو جدا. ما تستغربوش، جربوها بس وهي هتعجبكم ان شاء الله. خلاص كده كله اخد معايا اللون الذهبي. الشعريه بقت زيها زي السباكيتي. هنبتدي نضيف الرز، كوبايتين رز مغسولين ومتغطين. معايا نص كيلو مكرونه مقطوعه، وكوبايه عدس. العدس معايا اتسلق نص سلقه بس. نبتدي نقلب بقى كله مع بعضه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كله مع بعضه في حله واحده. طبعا مبقناش الدنيا، مبقناش المطبخ مواعين، ما نزهقش من عمايله. لا، هي حله واحده كده فيها كل حاجه وخلاص. بس ما شاء الله الشعريه والسباكيتي كمان بقت لون واحد. بقى دي تقليبه محترمه كده علشان كله يتغلي بالزيت ويبقى مفلفل معانا في الاخر. نبتدي بقى نضيف الميه. نضيف الميه عادي خالص كانها القاد بتاع الرز عادي خالص، لا اكتر ولا اقل. هنعمل ايه كمان؟ هنضيف الملح. معلقه ملح كبيره كده وبس خلاص. وهنطفي وخلاص. وده الكشري خلاص معانا. معايا معلقه كبيره توم، نحمرها كويس كده. خلاص التومه خلاص اتحمرت معايا واخدت اللون الذهبي اللي انا عايزاه. ابتدي اضيف الطماطم، شويه الطماطم، والتوابل معايا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشطه. واضيف معلقتين كبار صلصه كده علشان اللون. وخلاص خلصت الصلصه. وخلاص خلصنا كده الكشري، نقلناه على العين التانية. وادي الصلصه معايا خلاص. هسيبها بس تتسبك كده
وارجع لها تاني وخلاص سخنت. هحط لها بقى الثوم كده بس ياخد لون خفيف. ماشي خلاص لون خفيف خالص. هبتدي اضيف كوبايتين ميه تقريبا، والتوابل معلقه ملح وكمون وشطه وكزبره. وخلاص جهزت معايا. بس تقلب بقى وابتدي اضيف لها الليمون والخل بعد ما نطفي ونرفعها من على النار. يبقى كده معايا خلاص كل حاجه تقريبا جاهزه. وعلى النار عندي الكشري في حله على العين التانيه، وعندي هنا الصلصه، وعندي هنا الدقه. خلاص خلص معانا الكشري، ملوش لا اي مقادير ولا ليه اي حاجه. هي طريقته سهله وسريعه كده على طول من غير اي مقادير بقى وحاجات من دي. لا، كل واحد ليه طريقته وكل واحد ليه مقاديره، ممكن اكتر من كده ممكن اقل من كده براحتنا خالص. انا عندي بس الدقه بضيف لها معلقه صلصه بعد ما تتسبك عشان بس يعني زياده طعم بس كده يعني. بس وهتخلص بقى ونضيف مع بعض الخل والليمون. خلاص خلصت الدقه واخدت غلوه، وحطيت لها كمان معلقتين صلصه. بصوا الصلصه، شايفين اللون؟ حطيت لها معلقتين صلصه، وهضيف لها بقى في الاخر خالص بعد ما طفينا النار هضيف لها فنجان خل كده صغير وليمون. دي كده يا جماعه دقه وشطه في نفس الوقت، علشان اللي ياخد منها مره ما يقولش عايز تاني، يحرم ياخد منها تاني. كل حاجه خلاص تقريبا جاهزه، هيكملوا بس سوا وهنقدم مع بعض في الاخر، ونشوف في الاخر التقديم مع بعض ازاي والشكل النهائي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان الشكل النهائي للكشري بتاعنا، للاكله المصريه الاصيله اللي كلنا بنحبها. بصوا ما شاء الله بعد التسويه، بعد كل ما استوى خلاص وغرفنا ده التقديم كده. ومعايا دي الدقه والشطه في نفس الوقت، لو حد حابب يعني اللي ياخد منها مره ما ياخدش منها تاني خالص يا جماعه، صدقوني. ودي الصلصه الحمراء الجميله اللي بالثوم ما شاء الله. ده الشكل النهائي للكشري زي ما انتم شايفين كده. وفي كمان معانا الحمص لو حد حابب حمص.